ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات بوسي اللهلوبة. فيديو النهارده فيديو حلو جدا جدا وباذن الله هيعجبكم. فيديو النهارده فيديو حصري على قناتي انا وبس، مش هتلاقوه في اي قناة على اليوتيوب. هنعمل النهارده كوباية المية دي هنعملها سمنة بلدي. ازاي؟ هقول لكم ازاي باذن الله، بدون بقى ما نجيب لبن ونحط عليه نسبة سمنة ونعملها مكعبات زبدة والحاجات اللي طالعة اليومين دول. لا، احنا هنعمل كوباية المية دي هنحولها لكوباية كبيرة من السمنة، وكمان هنطلع مرتة طبق كبير زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كلنا بنحب المرتة وكلنا ما نختلفش عليها ان احنا بنحب المرتة. هنطلع كمية مرتة كبيرة، طبق كبير مليان زي ما انتم شايفين، لونها ذهبي وريحتها تجنن، وسمنة بلدي طبيعي 100%، من غير ما نشتري زبدة ومن غير ما نشتري ولا نكلف نفسنا اي حاجة. طبعا انا كنت عاملة معاكم فيديو قبل كده هسيبه لكم في صندوق الوصف، ازاي تعملي السمنة البلدي وتخزني السمنة البلدي وتسييحها وكل حاجة. هسيب لكم الفيديوهات دي المرتبطة بالسمنة البلدي في صندوق الوصف، هتدوسي على العنوان هتدخلك على الفيديوهات. يلا نشوف بقى كوباية المية دي ازاي عملناها لسمنة بلدي، وفيديو حصري عندي وبس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما بجيب لبن بطلع منه وش اللبن على طول. طبعا احنا كلنا وكتير مننا بيعمل كده، بنطلع وش اللبن علشان بيبقى تقيل طبعا ما بنقدرش نشربه، فبنطلع وش اللبن كده بقى في طبق، بنطلعه في كوباية زي ما احنا مطلعينه بالشكل ده، ففي علبة زي كده. فطبعا كل ما كان يبقى عندي لبن بطلع الوش بتاعه واحطه في طبق واحطه في الفريزر، في كوباية واحطه في الفريزر، في علبة، في اي حاجة. فعندي هنا كمية من القشطة وانا محتاجة سمنة بلدي دلوقتي حالا. هعمل ايه؟ بدل ما احول القشطة دي لزبدة هنحولها لسمنة بلدي على طول، يعني سمنة متسيحة على طول. حطيت كوباية المية على النار وهنزل فيها القشطة اللي انا شايلاها معايا من وش اللبن. القشطة دي كلها انا شايلاها من وش اللبن، لان احنا ما بنقدرش نشرب اللبن بالوش بتاعه، يعني ما بيتشال تاني يوم في التلاجة بنيجي نشربه بنلاقي الوش اللبن عليه، طبعا بيتساب في الكوبايات، وكان بيتكب بالسكر بحاله وكان بيتكب اللبن. من ساعة ما بقيت اشيل وش اللبن بقالي فترة كبيرة، وكنت عاملة فيديو برضو بكمية سمنة بلدي كبيرة كنت عاملاها من سنتين كده، حوالي سنتين على القناة، وازاي حولت القشطة دي لسمنة بلدي كور زي بتاعة الفلاحين بالظبط. هسيبها لكم في صندوق الوصف. اما العلبة دي فانا دي كان فيها كنت عاملة حوالي 5 كيلو لبن كده، عاملاهم جبنة قريش، كنت مطلعة منهم علبة القشطة دي. فانا شلت كده حتة قشطة كده عشان نعملها بقى سندوتشات كده، لان طعمها حلو جدا. شلت كده حتة اعمل منها قرص او اعمل منها اي حاجة، فشلت قطعة صغيرة، والباقيين حطيتهم في الحله وحطيت عليهم كوبايه الميه وهسيبهم على النار. زي ما انتم شايفين اهي، كلها هتدوب في بعضها وهتحس ان هي بقت ميه. قلبيها ولا يهمك خالص، كلها هتسيح في بعضها. وهنشوف لو انت مش حاطه كوبايه الميه دي القشطه دي هتتحرق منك، لازم تحطي كوبايه الميه. ناس كتير على اليوتيوب عملتها بكوبايه زيت، كانت بتضيف كوبايه الزيت وتضيف معاها القشطه وتحولها لسمنه بلدي. طبعا السمنه ما بتكونش سمنه بلدي صافي وبتكون مخلوطه، لان بيكون عليها زيت وبيغير من طعم السمنة كتير. اما دي هتكون سمنة بلدي صافي، المية بتاعتنا دي كلها هتتبخر، بس بتساعدنا ان هي السمنة تستوي وفي نفس الوقت يكون فيها المرطة بتاعتها ما تتحرقش. هتشوفوا كمان السمنة هتستوي والمرطة هتكون لسه بيضة معانا لحد النهاية. يلا نشوف كده واحدة واحدة على النار. تخلي طبعا عينك عليها انت بتعملي اي حاجه في المطبخ، وطول الوقت قلبي فيها علشان القشطه بتاعتها ما تلزقش تحت. طول الوقت كده هاتي من الحروف والجناب وهاتي من تحت وقلبي. بعتذر طبعا لو التصوير بتاعي مش حلو، لان انا كل التصوير بايديا، لان الستاند بتاعي مكسور وبقالي فتره كبيره جدا ما بصورش. فانا بما اني بقى كنت محتاجه سمنه بلدي كده وما عنديش سمنه بلدي وعندي القشطه في الفريزر، فانا قلت بقى ايه اسيح على طول واخد منها السمنه البلدي، لان كنت هعمل رقاق، وصينيه الرقاق ما بعملهاش غير بالسمنه البلدي، يعني كنت مستعجلة ومحتاجة سمنة، فطلعتها على طول وقلت أصور معاكم للي يحب يستفاد ويحب. طبعا الناس كتير جدا بتشيل قشطة في التلاجة وأنا عارفة كده، ناس كتير مننا بتشيل وش اللبن وبتخزنه، فأنا حبيت بقول لك اللي عندها بقى حبة قشطة كده تاخدهم في السريع وتسيحهم وتعبيهم سمنة بلدي زي ما احنا عملنا طول الوقت. بس هتجيبي من الجناب وتقلبي وتجيبي من تحت علشان خاطر ما تلزقش. هتطلع لنا كميه كميه مرطه محترمه. طبعا كميه المرطه اللي هتطلع منها هتكون اكتر بكتير من لما انت تشتري سمنه بلدي وتسيحيها. ليه؟ لان دي احنا عاملينها زي ما هي، ما طلعناش منها طبعا، ما خليناهاش زبده، لا عاملينها زي ما هي قشطه، فبيكون الخارج منها بيكون كتير اكتر من السمنه. يعني هتطلع لنا هنا كمية مرطة كأنك عاملة 5 كيلو سمنة مسيحاهم ومطلعة منهم مرطة. طبعا احنا كلنا بنحب المرطة، فملت لنا طبق كبير بريحة جميلة مش قادرة اقولك قد ايه، ولونها ذهبي وناعمة بطريقة جميلة هتشوفوها بإذن الله.
هنا بدأت السمنة بتاعتنا تطلع على الوش والمرطة تنزل لتحت، بس طبعًا لسه بدري. هنا كمان بعد ما عدّى شوية كمان شايفين القشطة تحت قد إيه بدأت تكلكع كده وتلم في بعضها، والسمنة بدأت تروق زي ما أنتم شايفين السمنة كلها طلعت أهي، والمرطة لسه بتاعتنا لونها فاتحة لحد النهاية، ولا اتحرقت ولا أي حاجة زي ما الناس اللي كانت بتقول إن القشطة لو سيحتيها على طول هتتحرق، هي فعلًا هتتحرق، بس لازم إضافة كوباية المَيّة دي هتساعدِك كتير إن أنتِ تسيحيها لحد النهاية، وتفضل معاكِ المرطة بتاعتِك في الآخر ولا تتحرق ولا أي حاجة. أنا طبعًا هنا السمنة بتاعتي كده يعتبر اتسيّحت، فأنا هاسيب بقى المُرطة تستوي، يعني كده السمنة بتاعتي استوت بس المُرطة لسه ما استوتش، فأنا هاسيب بقى المُرطة بتاعتي دي لمّا لونها يبقى دهبي، حطيت لها شوية ملح علشان المُرطة ما تبقاش دلعة، ضِفت شوية الملح كده وقلّبتهم، بس هي خلاص دقيقة واحدة وهاطفي عليها، بعد الدقيقة دي هاورّيكم لون المُرطة هيكون دهبي إزاي، هي كده لونها أصفر فاتح، دلوقتي هيبقى لونها دهبي وهتنزل كلّها لتحت، هتتجمّع كلّها وتنزل لتحت زي ما أنتم شايفين كده دلوقتي، المُرطة كلّها اتجمّعت ونزلت لتحت أهي، عشان ناكل بقى مُرطة كده جميلة وحلوة ومستوية، فلازم نسيبها لمّا توصل للون ده، والسمنة بتاعتنا كده استوت ولونها برضه جميل جدًا ورايق أهي، كده هاطفي عليها وهاسيبها بقى لمّا تبرد، وهابدأ إن شاء الله أعبّيها في برطمان يكون ناشف ونضيف ما فيهوش ولا نقطة مَيّة. لازم أهم حاجة البرطمان يكون ناشف وما فيهوش نقطة مَيّة ولا البرطمان ولا الغطا، هاسيب السمنة تبرد وبعد ما تبرد هاجيب بقى البرطمان، ده برطمان مربى اللي هو 350 جرام يعني مش صغير، طلّعت لنا كمية حلوة 350 جرام سمنة بلدي متسيّحة صافي، صافي دي تطلع أكتر من يعني لو زبدة هتطلّع لو أكتر من نُص كيلو زبدة هيطلّع لِك البرطمان ده. طبعًا من الهوا، ما اشتريناش أي حاجة، كده كلنا بنشتري اللبن، كده كلنا بنغلي اللبن ونشيل القشطة بتاعته، وساعات كمان في ناس بتسيبها لمّا تبوظ على الرف وتمرّر، لأ، حبّة بحبّة كده جمّعيهم في الفريزر، إن شاء الله معلقتين بمعلقتين تطلّعيهم من اللبن، اليومين دول لبن الشتا بيطلّع قشطة كتير وبيطلّع خير كتير، فإن شاء الله بإذن الله تقدري تخزّني السمنة البلدي بتاعتِك بتاعة طول السنة، زي ما أنتم شايفين البرطمان اتملى أهو، سمنة ريحتها سمنة بقى صافي، سمنة بلدي صافي. ريحتها خطيرة، والمكان كلّه كان متعبّق بريحة السمنة البلدي، حاجة كده تحفة، ولا تكلّفنا حاجة ولا اشترينا سمنة ولا أي حاجة، كلّنا بنشتري اللبن ده أساسي، تعملي مكرونة بالبشاميل، تعملي لبن لولادِك، رز بلبن، كل حاجة لازم يكون داخلها اللبن، تملّي بيكون موجود عندنا اللبن في البيت. تغلي اللبن من بالليل وتسيبيه في التلاجة وتاني يوم بتشيلي الوش بتاعه وتستخدميه بقى برضه في معجنات في أي حاجة، كنت باطلّع القشطة دي برضه وكانت بتنفعني. طبق المُرط أهو زي ما أنتم شايفين، أنا بادوس عليه كده علشان أنعّمه عشان الحبيبات اللي فيه دي تفُك شوية، مع طبعًا فيها كده نسبة من السمنة، حاجة كده جميلة، جميلة مش قادرة أقول لِك على الجمال. طبعًا أحلى حاجة عاجباني في الموضوع ده كمية المُرطة إن هي كتير، لإن لمّا كنت باعمل سمنة بلدي كانت بتطلّع معلقتين مُرطة بس وولادي طبعًا بيحبوها أوي، فأنتِ اللي الناس اللي عشاق المُرطة اعملي على طول القشطة كده من غير ما تسيّحي السمنة، يعني مش لازم تحوّليها لزبدة، ما تحوّليش القشطة لزبدة واعمليها كده على طول. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة من فيديو النهارده، لو عجبكم بقى حطّوا لي لايك واشوفكم على خير.